بيني وبينها لا تعطيها السؤال. ايوه اي سؤال. حفص هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا نزل. اقرأي بقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا تعيد فقط تعيد. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى ولو أن أهل القرى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم
بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. حسبك. السؤال الثاني: واضرب لهم مثل الرجلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين الكهف. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق
فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. أحسنت. السؤال الثالث: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فتح الله عليك. المتسابقة الثالثة في هذا الفرع للإناث، الفرع الثاني من الجمهورية اليمنية. نحن نستمع لتلاوات المتسابقين ولحفظ المتسابقين. ከአምስት ሰዓት በላይ እዚሁ ተቀምጠን የቁርአንንና እንደዚሁም ቲላዋ የአዛን ድምጽ እየሰማን አብረን ቆይተናል። والآن نبدأ بإذاعة الفائزين
في الفرع الأول حفظ القرآن الكريم للذكور. አሁን የመጀመሪያው በወንዶች የቁርአን ሒፍዝ አሸናፊዎችን እንገልጻለን። المركز الثالث فاز فيه المتسابق أحمد بشير من دولة أمريكا. በቁርአን ሒፍዝ በሶስተኛ ደረጃ አህመድ በሺር ከአሜሪካ አሸንፏል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። أما صاحب المركز الثاني فهو يوسف عاشير من دولة قطر. በሁለተኛ ደረጃ ዩሱፍ ዓሺር ከኳታር። አላሁ አክበር። وصاحب المركز الأول لهذه الدورة في فرع حفظ القرآن الكريم للذكور من دولة ليبيا محمد فؤاد قهواجي. አንደኛ የወጣው ከሊቢያ ሙሐመድ ቀህዋጂ ይባላል። ከሊቢያ አንደኛ ደረጃ ወጣው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። يتفضل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للتكريم ከአንድ من እስከ لدى ሶስት رئيس المجلس የወጣችሁ الأعلى للشؤون በፍጥነት الإسلامية. ወደ መድረኩ መተን የተዘጋጀልን ሽልማት እንወስዳለን። ተክቢር 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 ተክቢር። تكبير تكبير. الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم للإناث. የሁለተኛው ዙር የቁርአን ሒፍዝ በሴቶች ዘርፍ حفظ القرآن الكريم للإناث وهو الفرع المستحدث في هذه المسابقة القرآنية العالمية، وقد حازت على المركز الثالث من دولة إثيوبيا قمرية وليد محمد. ሶስተኛ ደረጃ ከኢትዮጵያ ቀመርያ ሶስተኛውን ደረጃ አግኝታለች። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ቀመርያ ከኢትዮጵያ ሶስተኛውን ደረጃ አግኝታለች። አላሁ አክበር። صاحبة المركز الثاني من دولة الجزائر نسرين جلاوجي. የሁለተኛ ደረጃ ከአልጄሪያ ነሲም ጀናውጂ። አላሁ አክበር الله أكبر. أما المركز الأول فكان من نصيب المتسابقة رقية صالح قاسم من الجمهورية اليمنية. يا عندنا درجاو رقية صالح كيمن. الله أكبر الله أكبر. كان دسكاسوس عشنا في سيتوج ودا مدركون ديمتو ሴቶቹን አጃቢዎቹ ይዛችሁ መጣችሁ እናንተው ራሳችሁ ሽልማቱን ታበረክታላችሁ። يتم تقديم الجوائز للنسوة الفائزات من قبل منسقات الحفل، من قبل النسوة المنسقات الحفل أنفسهن. ከአጃቢዎች አንዷ ወደፊት መጣ ስጦታዎችን ለሴቶቹ ታበረክታለች። أما فرع التلاوة
عفوا نبدأ بفرع الأذان. فرع الأذان المتسابق الثالث آدم جبريل من دولة إثيوبيا. بأذان ودر لي ሶስተኛ ደረጃ የያዘው آدم جبريل كإثيوبيا. تكبير تكبير تكبير. المركز الثاني عمر دوران من جمهورية تركيا. يا ولتنيا درجة عمر دوران كتركيا. تكبير تكبير. أما صاحب المركز الأول في فرع الأذان محمد أردشيان أبو بكر من جمهورية إندونيسيا. يا مجمرة درجاو يا أذان ودلدر كإندونيسيا محمد أبو بكر. تكبير تكبير. بأذان زرف لا شنافيوج بفتنة ودا مدركون ديماتولن. ننوه أن الجوائز المالية للمشاركين وللمتسابقين إن شاء الله بعد المسابقة في أماكن نزلهم في الفندق إن شاء الله. يا ገንዘብ ሽልማቱ ለተወዳዳሪዎች በአጠቃላይ ለአሸናፊዎች በየሆቴል ባረፉበት ሆቴል ይሰጣቸዋል። يتم توزيع الجوائز المالية للفائزين من كافة الفروع في أماكن نزلهم. فرع التلاوة صاحب المركز الثالث أمجد غمدان من الجمهورية اليمنية. بتلاوة زرف أمجد غمدان كيمن ሶስተኛ ደረጃ አሸንፏል። تكبير. صاحب المركز الثاني كرار ليث من جمهورية العراق. يا ولتنيا درجة الشنافي بتلاوة لاي كرار ليث كعراق. تكبير. القارئ المصري عبد الرازق الشهاوي هو الحاصل على المركز الأول في فرع التلاوة، فليتفضلوا لاستلام التكريم. باندنيا درجة غنيو قبصاوي وعبد الرازق الشهاوي ከግብጽ ነው። ሶስቱንም አሸናፊዎች ወደ መድረክ ተክቢር ተክቢር። Excellencies, ladies and gentlemen, we are at the very final of this session. And the final team is joining us from over there. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ተክቢር። ልንጨርስ ነው። አይዟችሁ፣ ይሄን አልቆይታችሁ ምንም እርግጠኛ ነኝ በቁርአን ስንዘጋ ደስ ብሏችሁ ነው የምትሄዱት። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። አመሰግናለሁ። Excellency, ladies and gentlemen, and ambassadors sitting over there, I'm sure you've enjoyed it, and thank you for your patience as well. Thank you. ተሸላሚዎቹም በአጠቃላይ የሚሸልሙልን ክብር እንግዶቹ በመጨረሻ ላይ በአጠቃላይ ፎቶ እንነሳለን። እዚሁ ይቆያሉ።